السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين اخوانا المزارعين. بقالي فترة كبيرة ما نزلش فيديوهات. النهاردة بكلمكم عن مشكلة كبيرة في محصول الذرة، ألا وهي دودة الحشد الخلفية. دودة الحشد الخلفية طبعا حضراتكم عارفين ان هي بتتميز بالشراهة في التغذية، وتتميز بمقاومتها للمبيدات والمواد الفعالة المختلفة، بالإضافة إن الفراشات بتاعتها بتطير لعدد كيلومترات كبير جدا في الليلة الواحدة، فممكن يبقى ما عندكش دودة حشد وفجأة تاني يوم تلاقيها. بالإضافة كمان إن الفراشة بتحط البيض بتاعها على السطح العلوي للأوراق. طبعا حضراتكم لازم تكونوا عارفين إن الآفة ديت لها 6 أعمار يرقية. الجيل السادس اللي هو طوله من تقريبا من 35 ل 45 مللي هو ده الأكثر ضررا والأكثر فتكا بمحصول الذرة. بيصل نسبة الضرر بتاعته لحد 87 لحد يعني تقريبا من 77% لحد 80% ضررا. الجيل السادس الطول اليرقي السادس، كمية التغذية اللي هو بيتغذى عليها في 4 أيام بتساوي جميع الأطوار اليرقية السابقة، اللي هو الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. فيا ريت يكون الرش بصفة دورية، ما نستناش لما الآفة تنتشر عندي في محصول الذرة وتسيطر عليه، لأن هيبقى هنا المكافحة هتبقى تكلفتها عالية، بالإضافة طبعا إن هو سبب لي ضرر اقتصادي. بالنسبة لدودة الحشد الخلفية يفضل انك ترش في الصباح الباكر او بعد غروب الشمس عشان تضمن ان البلعوم يكون فاتح. انا شخصيا بفضل الرش في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر مباشرة، بيبقى فيه نسبة من الندى ونسبة من طبقات الماء على السطح العلوي للاوراق، وده بيسهل معايا ان انا وقت الرش المبيد ينزل فيه بلعوم الذرة، وبالتالي بيكون نسبة وصوله للآفة نسبة جيدة. المواد اللي انا هرشحها لحضرتك النهاردة مهمة جدا جدا جدا، لانها كل مادة بتمتاز عن الاخرى. المادة الاولى اللي انا برشحها لك مادة الاندوكساكارب، ولازم تكون عارف ان مادة الاندوكساكارب لها تأثير جيد على البيض والفأس الحديث وعلى جميع اطوار الآفة. كون ان انا ارش مادة بتأثر لي تأثير جيد على البيض دي حاجة كويسة جدا، رغم ان هي مادة حشرية لحرشفية الأجنحة في الأساس. مادة الاندوكساكارب بتعمل على غلق قنوات الصوديوم في الجهاز العصبي، فنبعد عن إضافتها مع اللمبادة سهالوسرين. ممنوع إضافة مادة الاندوكساكارب مع اللمبادة سهالوسرين، بنأكد عليها ممنوع إضافة، أأكد تاني ممنوع إضافة مادة الاندوكساكارب مع مجموعة البيروثرويد، لأن مجموعة البيروثرويد الموديفاكشن بتاعها أو طريقة التأثير بتعمل على فتح قنوات الصوديوم، والاندوكساكارب تعمل على غلق قنوات الصوديوم، فطبعا فتح مع غلق بيبقى النتيجة صفر. الحاجة اللي عايز أأكد مع حضراتكم عليها، مهم جدا منع الانسلاخ ليفونورون، مهم جدا منع انسلاخ ليفونورون. طبعا عشان ارش فدان ذرة بالموتور الكبير مش اقل من 400 لتر ميه عشان اضمن تغطيه، ولو انا هشتغل بالموتور الظهري او البخاخه الظهريه هعمل 10 ملوات موتور ظهر، واحاول اغطي تغطيه جيده عشان كل سائل مبيد ينزل عندي في البلعوم. المادة الثانية برضو اللي عايز اكلمك عليها هي مادة الامامكتيد بنزوات. الامامكتيد بنزوات مادة كويسة جدا، مادة جهازية، مادة بتأثر على دودة الحشد الخلفية بطريقة محترمة جدا وبسرعة. يعني المواد اللي انا بكلمك فيها خلال 48 ساعة بتلاقي موت. بالنسبة لمنع الانسلاخ، اهميته انه بيمنع انسلاخ الآفة من طور إلى آخر. يعني لو هي موجودة في العمر اليرقي الأول ما بتتنقلش للثاني أو للثالث أو للرابع أو إلى آخره لحد ما بتوصل للسادس. فالعمر اللي أنا برش عليه بيحصل ثبات لطبقة الكياتين على جسم الآفة، وبالتالي عدم انسلاخها من طور إلى آخر. بالإضافة إنها بتعمل للفراشات عقم، وإن وضعت بيض بتوضع بيض غير مخصب، وبالنسبة للذكور بتعمل للذكور عقم. فيا ريت حضراتكم تهتموا بمانع الانسلاخ. منع الانسلاخ ليفونورون اهم مركبين كاستيلو والسايمكس. بالنسبه للاندوكساكارب ماده الفلاكس او الايزو. بالنسبه ايضا طبعا هكلمك على مبيد محترم جدا في دودة الحشد الخلفيه، الا وهو مبيد بليو. مبيد بليو بيستخدم بمعدل 100 سم للفدان
ده بيشتغل بمود اوف اكشن مختلف شويه عن جميع المواد اللي موجوده في السوق، ان هو بيعمل تخثر او تكتل في سيتوبلازم الآفة، وبالتالي المود بتاعه برده خلال 48 ساعه بتاخد نتائج محترمه جدا. ممكن ترش البليو وتاني يوم الصبح تبص ما تلاقيش النتيجه ظاهره قوي، ولكن لو استقر يعني استنيت 48 ساعه تاخد نتيجه فوق الممتازه. مبيد بليو ده يا جماعه من افضل المواد اللي تقدر تستخدمها في مكافحه دوده الحشد الخريفيه. مهم جدا انك ترش في الصباح الباكر، وباكد على المعلومه دي تاني، الرذاذ اللي موجود سواء كان شبوره نازله على النبات او سواء كان الميه من خلال الميه اللي بتلاقيها على الصخور او على سطح الاوراق نتيجه لعمليه التنفس او النتح بالليل، بتلاقي فيه ميه على الورق وميه في البلعوم. مهم جدا انك ترش في الوقت ده، لان ده بيسهل انتشار الماده الفعاله ودخولها الى البلعوم. البلعمه وانا هظهر لك صوره دلوقتي البلعمه. يا ريت رجاء من اخواننا المزارعين، بلاش البلعمه بماده اللمباده، بلاش البلعمه بماده الكلوروبيروفوس، بلاش البلعمه بماده الملاسيون اللي هو يعني ملاسيوم بقى ميلاسيد، الحاجات دي بلاش البلعمه بيها. بلاش البلعمه مجموعه الكرباميد زي الميسومايل زي اللانت زي يعني مش عايز اذكر مركبات عشان ما حدش يزعل قوي يعني، بس بلاش البلعمه بالحاجات ديت لانها بتعمل على حرق قلب النبات او بلعوم النبات. فيا ريت البلعمه بلاشها. رش زي ما انا قلت لحضرتك لو موتور كبير 400 لتر ميه، وخلي الرش بصفه دوريه اسبوعيا، او بموتور ظهري 10 ملوات وخلي الرش برضو بتاعك بصفه دوريه بصفه اسبوعيه، بحيث انك ما تلحقش الآفة تعمل اطوال كتير في الارض، ودايما تكون عامل كنترول عليها او مسيطر عليها بشكل كويس. في نهايه الحلقه لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه اعمل لنا اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونتقابل ان شاء الله في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الدكتور علام احمد من قناه يوتيوب كائن الزراعه.